السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. اليوم على غير العادة إنسان ضيف قدوة، صفات وأخرى لن تجتمع إلا في رجل واحد. أستاذنا الكريم حياك الله، مرحبا أهلا وسهلا بك جمعية كاكابيليتي ومرحبا بنا عندكم. خلينا كلمة تبقى للتاريخ، تفضل. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لست بذلك الرجل الذي وصفته، إنما أنا أقول أخوك الأكبر، أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياك وكل الصالحين في جنته. في الحقيقة ماذا أقول؟ أقول أن جمعية كاف اليتيم الوطنية هي الدار الكبيرة باللغة العامية، نقول هي الدار الكبيرة. هذا الصنيع وهذا العمل الجلل خدمة للإيتام والفقراء والأرامل، هذا عمل الأنبياء، ومن وفقه الله عز وجل لهذا العمل إنما وفقه لطريق الجنة. ما أسهل أن تأتيك الجنة لأنك صنعت بسمة ومسحت دمعة وأذهبت حزنا. ما أجمل أن تكون أنت الذي صنعت هذا الصنيع، ما أجمل أن تكون يدك السباقة جعلها الله عز وجل يدا بيضاء تصنع الفرح، تصنع الابتسامة. وهذه العطية لا يعطيها الله عز وجل لأي أحد، إنما يعطيها لمن أحب. وهذا جهاد الرسل، جهاد الصالحين، جهاد الصحابة، جهاد التابعين. وأنتم وفقكم الله عز وجل للقيام على الثغر العظيم، فأكملوا السير والمسير وإنكم ستصلون بإذن الله عز وجل. يكفيكم أنكم إذا نمتم آلاف الدعوات تلحقكم، آلاف الدعوات تدرككم حتى في ماذا؟ حتى في محنكم. ولذلك قالوا الخير لا يقع، وإن وقع وجد متكئا. ستجدون، لا أقول متكئا، بل تجدون الملايين والآلاف، وهكذا دأب الصالحين ودأب الفضلاء موفقون بإذن الله عز وجل. أنا مسرور جدا لأنني التقيت بإخواني، أقول بمن سبقني بهذا العمل، وأنا أتعلم ولا زلت أتعلم كما أنكم تتعلمون، ومعلمنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم. نحن هم الفرحون بلقائك ونحن الذين نتعلم منك. الله يحفظكم. بارك الله يبارك فيكم. الله يحفظكم.